292 حصان موزعين ما بين الموتور الاحتراق الداخلي والموتور الكهرباء والبطاريه الكهرباء اللي ورا. العربيه انها فود لاكجري اقوى موتور. تعال نشوف الاداء بتاعه. الرقم الرسمي 5.8 ثانيه من 0 الى 100. نشوف هنعرف نجيب الرقم ده ولا لا. هنحط اول حاجه على السبورت، سبورت اكسترا كمان اقوى واحد فيهم. كل المفروض بيعملوه انه بينشف عقد القياده، يزود سكات البنزين، وبيقلل معدل الغيارات بتاعك. يلا بينا. دي كانت البي ام دبليو 3 سيريس الجيل السابع بتاعها اللي طلع فيه سنه 2019 وانتهى في حوالي 2022. طبعا الفيس ليفت احنا عارفينه الجديد ده لسه طالع فيه سنه 2022 ان شاء الله ليه فيديو لوحده. طيب احنا عارفين البي ام دبليو سيريس ال 3 سيريس من فئه الكومباكت اكسكيوتيف كارز، ثاني اكبر واحده فيهم، زيها زي المرسيدس سي كلاس، الاودي اي 4، الفولفو اس 60 واللكسس اي اس. سعرها في سوق المستعمل بيتراوح ما بين 22000 الى 80000 حسب الحاله والموتور الى اخره. طبعا السعر ده ممكن ينزل السنين اللي قدام يعني كالعاده البي ام دبليو، لان هي طبعا في الاعتماديه احنا عارفين مشاكلها كتير وسعرها بينزل وما بتحتفظش قيمتها بسرعه الى اخره. اما بالنسبه للسيفتي ممتازه العربيه دي حسب يورو انكاب، خدت 5 نجوم من 5، خدت الامان للبالغين قدام او السائق 97%، نايس، وبتنزل ليه كستاندرد ب 8 ايرباجز، اي بي اس، اي بي، كله بيدستريان، سايكلست، سيتي وانتر اربن، وفيها لينكيب اسيست وسبيد اسيست، وكذلك برضو اكتف بونت بيفتح في حاله الحادثه لا قدر الله عشان يحمي المره. اسم الجيل ده هتلاقيه دايما جي اكس، اكس دي ترمز لرقم حسب البادي ستايل زي احنا عارفين في نظام بي ام دبليو. فمثلا الجي 20 اللي هي السيدان بتاعتها، الجي 21 اللي هي الستيشن اسمها تورينج على فكره بيسموها، طبعا دي اللي عندنا النهارده. وفي كذلك برضو الام 3 اللي هي السيدان، الجي 20 الجي 80، والام 3 الستيشن اللي هي الجي 81. وقبل ما نقولوا الفئات بتاعتها افكركم دايما ان الفيديو بتاعنا لو عايز تتحرك ما بين اجزائه وتشوف اجزاء العربيه كلها، تقسيمه الفيديو لمجموعه من القطع الوقتيه اللي عندكم تحت في السكور بار وفي توصيف الفيديو. طبعا اول مره بتزورنا في القناه فياريت الاشتراك، لايك الحلو، لفه حوالين العربيه، نرجع لكم تاني. نرجع تاني للفئات. اول واحده على طول كالعاده اللي هي البيزك، بتنزل بالجنوط ال 16 بوصه، بيبقى فيها شاشه الانفوتينمنت سيستم ال 8.8 بوصه، بيبقى الاضواء النهاريه بتبقى ال اي دي فقط، وبيبقى فيها تكييف وان زون، وفيها ديجيتال كوكبيت صغير مش الكبير اللي هو ال 5.7 بوصه. ثم بعد كده الادفانتج تنزل بالجنط ال 17 بوصه السبور، وبيبقى فيها امبيت لايتنج من جوه، بيبقى الفوجات بتاعتها بتبقى ال اي دي، وبيبقى فيها تكييف الدول زون. ثم السبورت لاين، ودي بتنزل بالشاشه الكبيره ال 10 بوصه، طبعا علامه ام اللي قدام وعلامه الام في كل حته في العربيه والبرفورمانس بتاعتها، لان دي اللي عندنا النهارده السبورت لاين او السبورت. ثم بعد كده الام اللي احنا عارفينها تقفيل الام فقط، علامه الام هنا موجوده برده ورا، بتبقى موجوده في الكراسي. كان عندنا زي ما قلنا السبورت بس مش الام، فيها شويه علامات ام لكن مش في كل حته كبادجنج ام يعني. بتنزل بالجنوط ال 19 بوصه الكبيره الوي ويلز طبعا، وبيبقى فيها كل الكشافات ال اي دي بالكامل. ثم بعدها اللكجري لاين، يعني فيها شويه حاجات لكجري جوه. من الاخر كده تبقى تقفيل الكراسي كلها بتبقى جلد طبيعي نابا بس كده معجون 18. تغييرات في الشكل مش كتير برضو جدا، لكن اصبحت اكثر حديه، ده اللي خلينا نقوله في المجمل. كبوت بقى كبير جدا، تجعيدتين هنا كبير، لازال الكبوت كبير بتاعها اللي عندنا النهارده 4 سلندر، وهشرح لكم دلوقتي ايه 4 سلندر اللي عندنا وايه امكانياته. في كاميرا طبعا اماميه بتاعتنا، هنا الكدني شيب الشبكه بشكل كدني كبرت حاجه بسيطه. طبعا هنا بتتفتح اللوفرات كلها، بتتفتح دي حسب السرعه بتاعتك عشان تحسن الدراج وتدخل هواء لاجزاء العربيه، تقلل حرق البنزين الخ، لكن هي اوتوماتيك طبعا. طيب هتعرف ازاي ان هي الجيل السابع بتاعنا ده؟ من الكشافات بتاعتها اللي فيها الكسره دي، الاي ديز اللي الداتا النهاريه بتلف حواليها. طبعا احنا عندنا في الام سبورت هنا كل الكشافات كلها ال اي دي بالكامل.
في ليزر ممكن تعمل لها، هتلاقي حد عامل لها ابجريد، لكن هي مش عندنا النهارده، عندنا LED عادي خالص. وطبعا هنا في هوايات صغيره للفرامل حقيقيه ممكن تدخل ايدك فيها. السبليتر هنا مع الشبكه بتاعتنا عادي خالص، لكن مفيش اي فتحات تهويه خالص. طبعا الاكسدامتر بيتغير في الام، بيبقى غير ده مختلف، بيبقى اكثر رياضيه. طيب نتحرك على الجنب. عندنا النهارده الجنوط ال 18 بوصه. طبعا انتم شايفين علامات الام بيرفورمانس هنا، عشان احنا عندنا الام سبورت بيرفورمانس مش الام. تمام. ومع الموتور طبعا هقول لكم دلوقتي اللي احنا شفناه من شويه الجميل جدا ده، فهو عمل لك زي باكج كده ام بيرفورمانس، اداء حلو جدا وزي ما قلت اقتصادي الى حد ما. طبعا اللي هنا المرايات فيها الاشارات بتاعتها مرايات ضم. هنا عندنا ورا ازاز فمية تجاعيد عاديه خالص، نفس البروفايل القديم تقريبا، مفيش تغيير خالص. وطبعا هنا الروف ريلز بتاعتنا لو عايز تعلق عليها حاجه. وطبعا هنا الشكل بتاع الستيشن في السيدان طبعا ما بيبقاش موجود الاضاءه او اسف الشباك الاخير الازاز الاخير ده. نتحرك لورا. سبويلر صغير جدا الصراحه في العربيه الستيشن، هو بيكبر شويه في السيدان، لكن هنا الكشافات بتاعتها لو بصين واخده هنا بقى من ورا. انا بعشق اشكال BMW، ممتازه الصراحه. الشكل بتاع الليدات النهاريه بالشكل ال ده شبيه جدا بالشكل بتاع ال1 سيريس اللي في الجديده خالص، بس مقلوب معمل له كده ميرور. ممكن تبصوا على الفيديو بتاع ال1 سيريس في اللينك اللي فوق ده قدامكم، ده في اللينك اللي فوق ده هتلاقيه حاططه لكم. طبعا مكتوب هنا سبورت. هنا طبعا البادجنج بتاع الام موجود برده على الاكسدام بتاعنا من فوق، علامه BMW عاديه خالص. والموتور بتاعنا 330 اي، وهنقول لكم عليه كمان شويه. وطبعا هنا في الرادار بتاعنا والسنسورز بتاعتنا والكاميرا الخلفيه تحت هنا. من جوه BMW تقليدي عادي خالص، بقى في شويه شغل تكنولوجيا زياده عن قبل كده. طبعا تقفيل المواد هنا ده اول حاجه اقولها لكم ممتاز. سوفت تاتش من هنا ممتاز. ترمات هنا لذيذه كده، هي بتحك كده وفيها ملمس حلو الصراحه. هنا دي كلها بلاستيكات بس على الاقل شكلها حلو. كذلك برده هنا سوفت تاتش. هنا في شويه هنا الحته اللي بس فيها شويه بلاستيكات، لكن تحت هنا هنلاقي قماش. فمواد هنا تقفيلها كويس جدا. كذلك برضو البيبان بالكامل هنا كلها سوفت تاتش من هنا، مع شويه قماش من هنا جلد صناعي. مساند الايدين هنا واو سوفت تاتش ممتاز الصراحه. هنا انشف حاجه بسيطه مسند الكوع هنا. فكمواد هي كويسه جدا، اتحسنت كمان عن الجيل اللي قبليه. الكراسي اللي عندنا هنا كراسي القماش العاديه زي ما قلنا احنا في الام سبورت. ممكن لحد كان عامل لها ابجريد من نفسه، ولكن لو عايز تسيبها في الكراسي الناب جلد الناب طبعا تلاقيها في الام زي ما قلنا. عجله القياده هنا التخينه الجميله جدا، ممسكها حلو الصراحه بتاع BMW، انا بحبها جدا، مع خياطات سودا هنا طبعا متقفله بالجلد الصناعي. مالتي فانكشن ويل طبعا زي ما احنا عارفين. هنا بتتوسط العربيه الشاشه الكبيره ال 10 بوصه، وكذلك برضو الديجيتال كوكبيت بتاعنا الرئيسي اللي مالي العربيه كلها. طبعا السنتر كونسول العادي بتاعنا الكبير جدا، هو هنا بقى فيه زاويه شويه مختلف شويه، مع هنا طبعا زاويه الشاشه اختلفت حاجه بسيطه عن اللي قبلها. بقت الشاشه خلاص مبنيه خلاص جوه الداشبورد، بقت جميله الصراحه مش فلوتنج. عجباني الصراحه التصميم بتاعها، ومش معمل لك اعاقه خالص للرؤيه من قدام. اما العمليه فممتازه جدا في العربيه دي. طبعا هنا في مكان مخصص لازازه 1.5 لتر عادي خالص، لكن طبعا هي عشان مثلا الايدين هنا بتبقى طالعه شويه، فانت ركبك عماله تخبط فيها، يعني غريبه شويه. والمكان هنا التخزين برده مش كبير قوي لكنه مقبول. هنا ما في درج تحت السواق الصراحه، ممكن تحط فيه المحفظه بتاعتك يا دوبك. مكان هنا طبعا البانل ده بيتفتح فيه دايمنج افكت، فيه 2 كاب هولدر مع مثبتات اسنان. شوفوا كده بياخد الحاجه بتاعتنا ولا لا. ممتاز، لا ماسكها بصوا ممتاز يعني. وبيبقى فيه هنا مخرج 12 فولت وفتحه USB واحده، ومكان صغير هنا مش عارف للموبايل. لا خلاص انا اسف مش عايز اقول حاجه. مكان هنا الموبايل بس هو ما يشيلش اي موبايل، يعني لازم هو مش غويط الصراحه، هو تعبان يعني يشيل موبايلات خفيفه، بس هتبقى الموبايل بتاعك عامل كده يعني. الغريب ان هنا مفيش اي مكان خالص للمفتاح بتاعك، اللي الصراحه انا عاجبني جدا المفتاح. لو بصيتوا عليه المفتاح طبعا هو انا بمسكه بالجلد من ورا، جلد صناعي جميل جدا تخين جميل ازاي بصوا. ثم بعد كده هنا الانلوك واللوك، وكذلك برضو فتحه الشنطه. وطبعا هنا البادجنج بتاع الام في كل حته. يا اختي خلاص مش بت بس هو برضه قلت لكم ملوش مكان، فيا اما هتحطه في الكاب هولدر يا اما في مكان الموبايل بتاعك. هنا مكان تخزين والله مش بطال كويس جدا. ودرج التابلو هنا الصراحه من المساحه اقل من المتوسطه صغيره. الشماسات عاديه خالص بالاضاءه بتاعتها. وتظبيطات الكرسي هنا هي يدوي، عندنا هنا كل التظبيطات مانيوال. الاوتوماتيك طبعا بقى اوبشن، هي كل حاجه في BMW عباره عن اوبشنات بتدفعها يعني. تمام. فانا اللي ملاحظه ان هو انا مش عالي قوي في وضعيه السواقه الصراحه، واطيه جدا عشان العربيه كلها
قلت وقللوها عن الجيل اللي فات بحوالي حوالي 10 مللي، حوالي سنتي 2 سنتي كمان عن الجيل اللي قبلها، فده اداها تلامس احسن للارض. هنطلع دلوقتي على الطريق ونشوف اخبارها في السواقه. لكن هنا مسند الظهر ممتاز، بصوا انا بحب المقبض ده، وطبعا في دعم قطنيه. اي حاجه تانية ادفع 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 ادفع. اما التكنولوجيا العربيه دي فهي ممتازه اكتر من ممتازه بالنسبه لي الوقت ده. طبعا هنا البانل على الشمال هنا فيه كل الاضاءات بتاعتك، عباره عن زراير مش بكره. وعلى الشمال هنا في عجله القياده في الطاره بتاعتنا هنلاقي التحكم في الكروز كنترول والسبيد ليميتر، وهو طبعا هنا ادابتيف كروز كنترول بينزل كستاندرد في كل العربيات. وعلى اليمين هنا التحكم في السيطره على الاوديو والتراكات بتاعت العربيه. طيب بالنسبه للديجيتال كوكبيت الموجود عندنا هنا، هو جميل الصراحه، بس مش حاسس ان هو ضلمه شويه، ما فيهوش كتير معلومات كتير يعني. هو بس فيه عباره عن زرار هنا بتتحكم في المعلومات اللي هنا عشان تجيب لك معلومات الرحله بتاعتك، الحرق بتاعك، متبقي قد ايه في البطاريه بتاعتك. انا هو متبقي 6000 كيلو الخ الخ من المعلومات يعني، اللي هي ما فيش كتير الصراحه فيها، مش قوي قوي زي اللي موجود في الاودي A4 مثلا او المرسيدس. الافضل منه بكتير جدا، هو تحس ان هو بس موجود كده لان هو موجود. وفي النص وتوسطه النافيجيشن الاسبيلت بتاع العربيه دي، طبعا لان الشاشه دي بتنزل بيه اسبيلت نافيجيشن، كله بينزلوا الصراحه باسبيلت نافيجيشن. وفيها اندرويد اوتو، ابل كار بلاي. الا لو نقلنا للشاشه الرئيسيه فالتحكم فيها بيبقى من خلال يا اما الجيشرز، مش عارف هي بتشتغل ساعات، بتشتغل ساعات لا، هو صراحه فاشله، او طبعا من خلال النظام الاي درايف بتاعك. من هنا هو بتلعب في المنيوز الرئيسيه بتاعتك، هو بنظام الويدجتس شويه تمام. لو دوست هنا مثلا هتلاقي ان الريزوليوشن بتاعته ممتازه الصراحه، كويسه جدا، شبيه جدا بالوان سيريس تقريبا، هو يعني. وبتعمل زوم ان وزوم اوت، وجميل جدا تحط الديستنيشن بتاعتك تمام. المنيوز على طول بتروحها من الشورت كاتس الموجوده هنا، هي كلها مش زراير حقيقيه، هي زراير اللي هي بيسموها الهيبتك فيدباك، اللي هي بتبقى فيدباك، اللي هي بتبقى بس كانها تاتش يعني، تمام. خش على الميديا بتاعتك، العب في الميدياز بتاعتك، كل حاجه موجوده في مكانها الطبيعي، كويسه جدا. التحكم هنا كويس جدا. الابس اللي موجوده بتاعت العربيه بتاعتك زي ما انتم شايفين، هو عامل لك زي نظام ابس موجوده في العربيه بتاعتك، كانها زي ما قلت لكم كل الشاشات دلوقتي بتقلب نظام الاندرويد شويه او نظام الابل شويه. وبالنسبه لي التكييف والاضاءه، او اسف التكييف والتدفئه والكلام ده كله، فهي هنا كلها موجوده في البانل الوسطي، كونسول الوسطي هنا عباره عن زراير ممتازه. انا بعشق النظام ده، انا مش عايز كل شويه اقعد ادوس هنا واقعد اعلف مراوح واقطف مراوح. وهنا في تدفئه عجله القياده موجوده تحت، عجله القياده من تحت هنا. تعال نشوف الكراسي اللي ورا اخبارها ايه. الكونسول اللي ورا طبعا زاويه فتح الباب اكتر من ممتازه، كويسه جدا، وكذلك برضو الفتحه كبيره، عربيه بالاخر برضو كبيره، مش هتتعبك خالص وانت بتدخل، انت بتدخل يعني كبالغ تمام، وتخش في العربيه. الكرسي بتاعها واطي الصراحه، مستواه واطي، وطبعا لو بتدخل كرسي الاطفال فبرضو دخلته اكتر من ممتازه. طيب ايه الملحوظ هنا؟ هنا مواد كلها برضو لا زال التكمله المواد اللي قدام ممتازه، عربيه الصراحه اللكجري. مسند اليدين هنا برضو ممتاز، مكان هنا صغير، تحط هنا ازازه 1.5 لتر مش هيكفيك. ولكن زي ما انتم شايفين الكرسي ده في وضعيه السواقه بتاعتي انا دايما بقول 162 سم. مساحه الركبه واو اكتر من ممتازه، هي اكتر بسيطه حاجه يمكن سنتي من السيدان بتاعتها لو هجيب السيدان. مساحه الراس برضو اكتر من ممتازه، رجل بتخش تحت الكرسي، وطبعا بتلعب هنا تحت خالص ممتازه تمام. هنا في تقفيل بلاستيك في الكراسي الخلفيه، وفي هنا طبعا شبكه عشان تحط الحاجه بتاعتك. على اليمين هنا فوق هنا الاضاءات اهي معموله بالجلوسي بلاك، او خلينا نقوله بيانو بلاك. مماسك ايدين هنا، خطاف هنا، وخطاف تاني حاجات هنا عشان تعلق الخطافات الكبيره بتاعتك، عشان تحط ان شاء الله البدله بتاعتك لو انت يعني بتشيل بدل وتتحرك بيها. التكييف بتاعنا هنا 3 زون تريبل زون، في فتحتين يو اس بي سي غير اللي قدام يو اس بي عاديه، فطبعا معاك ادابتر ليها. وطبعا هنا ممكن تتحكم فيه زوايا وقوه التكييف بتاعك او التدفئه بتاعتك على حسب انت عايز تعمل ايه. هنا في مسند ايدين واحد تمام، هو هنا في مساند ايدين، وفي طبعا 2 كاب هولدر باينين يعني اكسبوزد، وبيبقى فيهم هنا مثبتات اقل شويه من اللي قدام، لكن على الاقل ممكن تمسك الكوبايه بتاعتك. وطبعا لو انت عايز تحمل حاجات طوليه فممكن تنزل الكرسي بتاعك اللي في النص عشان تحمل حاجات طوليه ايا كانت عايز تحملها ايه. فالكراسي هنا بتنزل 40 30 40 20 40.
طيب هنا بقى اللي في النفق اللي في النص في تحسن لغايه الجيل اللي قبليه اللي ممكن تبصوا عليه، او الجيلين اللي قبليه ممكن تبصوا عليهم في اللينك اللي فوق ده، حاططه لكم فوق. كان في مشاكل لو انت بتتحرك للكرسي اللي في النص ما كانش في مكان تحرك رجلك، لا هنا المره دي بقى في مكان. والنفق هنا ما بقاش عريض زي قبل كده، هو قل شويه، هو عالي لكن قل شويه، فاصبح التحرك للكرسي اللي في النص مقدور عليه، تقدر تتحرك. لازال هو ضيق شويه، لكن هنا في مساحات رجل والله مش بطاله، فانت مش هتاكل كتير من مساحات الرجل. وانشف حاجه بسيطه من الكراسي الثانيه، ومساحات الراس برضو قلت حاجه بسيطه، وهو اعلى يمكن سنتي او 2 سنتي. في حاجه جميله عايز اوريها لكم، كنت وريتها لكم من شويه. لما بتفتح الباب بتلاقي علامه BMW زي فليدات كده بتعمل بروجيكشن للارض من تحت عشان احنا الشمس مش باينه قوي، وقدام برضو موجوده. فلو فتحت الاربع ابواب هتلاقي 4 علامات BMW. تعال نشوف الشنطه بقى. بالنسبه للشنطه بتاعتها هي اوتوماتيك، بتنزل في الام سبورت اوتوماتيك، ممكن تلاقيها مانيوال على فكره، ده اوبشن زياده. في الستيشن طبعا لازم تجيبها اوتوماتيك. هنا الرف اللي فوق لو ضغط عليه ضغطه بيطلع زي في مجرى كده لزاويه لفوق عشان تسحب الحاجه بتاعتك. لو انت مش عايزه خالص فبتسحبه يدوي عشان تقفله. تمام. هو طبعا بيتخلع عادي خالص، هو جميل جدا بصراحه، خلعه بسيط جدا احسن من اللي قبل كده بكتير. بصوا ضغط على زرار وطلع في ايدي، ومش تقيل زي قبل كده، ممتاز الصراحه. طبعا عندنا عشان عندنا الستيشن ففي الشبكه اللي فوق انا برضو ما بحبهاش وعمري ما استخدمتها، خلعها اكتر من بسيط، حسنوه جدا عن اللي قبليهم. طيب في حاله المواتير الاحتراق الطبيعي فمساحه الشنطه دي 480 لتر، لكن عشان البطاريه اللي موجوده تحت بالموتور فللاسف احنا خسرنا 100 لتر، فاصبحت السعه التخزينيه للشنطه دي 375 لتر فقط. قليل الصراحه في عربيه ستيشن او السيدان بتاعتها، لو جبت الاثنين كان ستيشن او سيدان الدور ده بينزل بس في الستيشن. تمام. لكن هنا زي ما انتم شايفين مفيش زوايا تحميل خالص، هي عاليه هي اكتر، هي اعلى كمان، في زاويه اعلى عشان هي طبعا الموتور اسف البطاريه. فطبعا تاخد الشنطه بتاعتك الجميله مع السلامه. حلو. تحت هنا في مكان تخزين صغير حاطط فيه الكابلات بتاعتك واجزاء الصيانه بتاعتك، وطبعا ممكن تخلعه لو انت عاوز، لكن الحته اللي تحت دي ما تعرفش تخلعها عشان وجود البطاريه. هنا في طبعا سكيدنج حديد هنا عشان يحمي اجزاء العربيه، مكان تخزين صغير هنا، اماكن ربط الشبكه من هنا، خطافات من هنا، وفي مكان زي تخزين صغير غويط كده من هنا. تمام. طيب الكراسي لو انت عايز تنزلها في اضاءه من هنا نسيت اقولها، اللي في فتحه 12 فولت من هنا وخطاف تاني من هنا. طيب عايز تنزل الكراسي لقدام من خلال الزرار ده عشان ينزل لك الكراسي، طبعا بسبب ان البطاريه موجوده فعيله الارضيه شويه فمش مستويه تماما، لكن هيزود لك السعه التخزينيه بتاعتك ل 1510 لتر، ما تروحوش بعيد. تاخد الشنطه بتاعتك وتزقها عادي كويس. طبعا عشان هي ستيشن فطويله شويه، فكل حمولتها قدرنا نحطه فيها شنطتين سفر كبار، 2 وسط واحده فقط صغيره. البطاريه الهايبريد بتاعتها فموجوده تحت الكراسي مع جزء من الشنطه اللي ورا، طبعا هنا بتتشحن فقط من خلال الشاحن العادي الاي سي 3.7 في حوالي 3 ساعات ونص، وساعتها 12 كيلو وات، ومداها جوه المدينه او براها عموما يعني 60 كيلو. اما المواتير اللي كانت بتنزل بيها او كانت بتقدم بيها، طبعا فتحه الموتور عباره عن تكتين على المقبض بتاعه كالعاده، هيدروليك ممتاز الصراحه، كان مفيش عزل حراري، في شويه قصدير كده غريب شويه، شيلدنج طبعا محترم، BMW هنا، اي درايف هنا، والمواتير اللي كانت بتنزل بيها ما بين مواتير 4 سلندر ومواتير 6 سلندر، هو اخر واحد بس، وفيهم معظمهم دفع خلفي، ولكن في دفع رباعي فيهم كام واحده اللي هو الاول ويل درايف. طيب نوائل الحركه طبعا في مانيوال، وفي اللي هو الستريبتونيك احنا عارفينه اللي هو عباره عن زيت موجوده جوه الجيرز اللي جوه العربيه عشان يبقى سموث وجميل، وهقول لكم دلوقتي لما نطلع بيها على الطريق دلوقتي حالا. طيب الموتور عندنا النهارده زي ما شفنا من شويه اللي هو البلاج ان هايبريد اسمه 330 اي، ده يعتبر يمكن اقواهم لو طلعنا بس من المعادله اللي هو الام 340 اللي محدش بيجيبه تقريبا، وده سعته 2000 سي سي، مربوط بنقل السرعات الثمان سرعات الستريبتونيك الاوتوماتيك، بيولد معاك 292 حصان، 420 نيوتن متر تورك كعزم، سرعته القصوى 249 كيلومتر، بيتصل من 0 إلى 100 في 5.8، ومعدل حرقه للبنزين لو دايما البطاريه المشحونه بتاعتك 1.7 لتر لكل 100 كيلو، عشان كده اول فيديو قلت لكم قد ايه هي عربيه اقتصاديه. على الطريق العربيه دي سواقتها الصراحه كويسه جدا، هي تحسن شديد او تحسن قليلا ملحوظ عن الفئه اللي قبل او الجيل اللي قبلها. الهندله فيها بقت
اكتر طبعا عشان العربيه وطت حوالي زي ما قلنا 2 سم وبقت اقرب للارض، فوضعيه السواقه بتاعي انا بقت اقرب للارض، بقت واطي جدا. عربيه البي ام عايزه تديك سواقه رياضيه على قد ما تقدر، فده كان الحل. ولكن طبعا عشان احنا عندنا هنا النظام التعليق الرياضي الانشف من العادي، تمام، بسبب برضو البطاريه، فاضطروا ان هم ينشفوه شويه، فوزن العربيه زاد باكتر من 2200 بسبب البطاريه، يعني معدل 2 طن، فالعربيه تقيله، تمام، فاضطروا ان هم ينشفوا نظام التعليق قوي. هو نظام التعليق في العربيه دي والعفشه بتاعتها هي مالتي لينك قدام وورا، وعندنا انتي رول بارز في العربيه دي بتنزل في الام سبورت، تمام، او الام كمان. لما بتاخد كورنرات قويه في لفه قويه، فالعربيه بتحافظ على نفسها كويس جدا. لو مثلا خدنا كورنر زي ده اهو، ملف زي ده بسرعه عاليه جدا، بصوا، لا محافظه على نفسها كويسه جدا، ماسكه نفسها كويسه جدا العربيه. لكن ده هينتج عنك ايه؟ هينتج عنك ان انت نظام التعليق بتاع العربيه دي بقى ناشف شويه، فهتحس بالمطبات شويه النقر اللي موجوده. لكن طبعا المالتي لينك هو بيخلي الامتصاص احسن بكتير، لكن هو بيعقده لك طبعا وبيعمل لك مشاكل اكتر وبيبوظ بسرعه اكتر. يعني حتى الاثنين قدام مالتي لينك، والعفشه بتاعتي زي ما قلت برده هي فيها سنه نشفان، فهتديك سواقه ممتعه كتيره جدا عن المرسيدس سي كلاس وعن الاودي اي 4 منافسنا، وحتى عن اللكسس برده، عن كل منافسنا اللي في السوق. هي اقواهم من البي ام، احنا عارفينها هي السواقه الممتعه القويه الحاده. عجز القياده، طيب لو وقفنا هنا شفتوا مثلا فيها تقل شويه، كانت ال1 سيريس اقل تقل منها، لكن مش هيضايقك الصراحه اللي بيحب سواقه العربيه دي، فهي كده الحمد لله. هي عندنا احنا دفع خلفي، الدفع الخلفي كويس جدا، فيه برضو الملفات، فبيخليك على طول لو انت في الملف حاسس ان العزم فقدته، فهو على طول بيلمك في الملف عشان ما يحصلكش اي اوفر ستيرنج، تمام، او اندر ستيرنج اسف. فلا انا سواقه العربيه دي انا كويسه جدا، شفناها في تجربه التسارع، التربو بتاعها ممتاز، النقله انت بتحسش بيها، انت حاسس ان انت سايق حاجه واحده بس، مش زي الدول كلاتش مثلا بتاع العربيات كلها المنافسه، لا هي حاجه ثانيه خالص يعني. فانا كسواقه العربيه دي فانا مبسوط بيها جدا الصراحه ومريحاني. الحاجه برضو اللي عايز اقولها هو الرؤيه من ورا، فهي سيئه جدا الصراحه، ماشي. ظرف الشباك وحش جدا، كنا شايفين طبعا احنا عندنا الكاميرا الخلفيه ممتازه الصراحه، ومديك كل حاجه انت عاوزها. في كاميرا ممكن تلاقيها ب 360 وممكن لا، يعني على حسب، يعني حسب الناس اللي طلبوها كان طلبها بيها ولا لا، بس ممكن تلاقي هي مش نازله. لكن كاميرا لازم تبقى موجوده في عربيه سواء الستيشن او السيدانات. ظرف الشباك قليل جدا ووحش جدا. الاي بيلرز هنا كويسين، تمام، ما يعني مش معانقلق الرؤيه يعني، لكن هي اللي ورا سيئه جدا. نطلع على الطريق السريع في العربيه دي، ادائها كويس جدا جدا، هي متميزه في الطرق السريعه الصراحه. يمكن مش زي ال5 سيريس، طبعا 5 سيريس احسن منها في ثبات اكتر، لكن صاحب العربيه خدها وجبنا مع بعض 160 و170 و200 زي الفل، جميله جدا، بس بيبقى فيه صوت طالع لك شويه، صوت طالع لك خفيف من المرايات، تمام، مع احتكاك عجل برضو موجود الصراحه. لكن الموتور بصوا على السماعه وصوته عامل ازاي، سامعين الصوت؟ انا اول ما ادوس الاول بس اللي هنا طبعا هو شغل الاول موتور الكهرباء، تمام، عشان يشوف اداؤه عامل ازاي، وبعد كده راح على طول مدخلني على الموتور البنزين، عشان انا طبعا قرصت جامد بنزين، ده العادي. عايز تخليه على الالكتريكال، طبعا هنا في زرار اهوت، لو دوست عليه كده انت خلاص قلبت على الالكتريكال مود، انت كده شغال بس بالالكتريكال. والهايبريد طبعا بتدوس عليه عشان تخليك في الهايبريد مود، زي ما قلت هو 60 كيلو بس اخره يعني، فمش تتوقعش منه كتير الصراحه يعني. اخر حاجه اتكلم عليها لو انت عايز العربيه دي، هي طبعا اللي يجيب العربيات دي بس هو اللي عايز يسوق السواقات الممتعه، تمام، بس يخلي باله من حته الاعتماديه دي، عشان طبعا المشاكل كتير. انظمه السكيورتي في العربيه دي والسنسورز اللي فيها ممتازه، كل حاجه انت بتعملها بتقول لك عليها، لو انت فتحت الباب، لو انت فتحت الشنطه، لو في حاجه مشكله في العجل على طول يطلع لك هنا على السيستم. تجيبها ولا لا؟ تحسن جيد جدا عن الجيل اللي قبليه، مساحات بقت افضل بكتير جدا من جوه، الشاشه بقت احسن بكتير، اداء تحسن كتير جدا جدا جدا. لكن طبعا موضوع الاعتماديه بتاعتها انت تخليه على جنب، شايفها كويس جدا، منافس جدا حلو جدا للمرسيدس سي كلاس. طيب الموتور اللي عندنا اللي هو البلاج ان هايبريد، لو انت عايز تجيب حاجه لاكجري عاليه بس عايز مصاريف التشغيل بتاعتك اليوميه ما تكونش كتير وتوفر معاك كتير، انا شايف ان هو يستاهل، بس طبعا هتضحي فيه الشنطه من ورا. والحاجه الوحيده اللي مش عجباني فيها زي ما قلت هو موضوع الديجيتال كوكبيت اللي فيها البدائي جدا. وكعادتنا طبعا التشيك ليست اهي، مختصر العربيه، قارن ما بين كل بي ام دبليو اللي عندنا في القناه. يا رب يكون عجبكم تقييمنا لل بي ام دبليو 3 سيريس. عايزين نعمل لكم تقييم لاي عربيه ثانيه ان شاء الله، السي كلاس والاودي اي 4 هعمل لهم تقييم اللي هو نفس جيلها، واحطه لكم في اللينك اللي فوق ده او الجنبين دولت. لكن طبعا ما تنسوش الاشتراك من الزرار اللي على شمالكم او يمينكم. اشوفكم الحلقه الجايه.
سلام عليكم.